السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض جاتوه المحلات بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله هنعمله بتكات، يعني هيكون زي بتاع بره واحسن كمان. بصوا اوعدكم ان شاء الله هتاكلوا احلى جاتوه من صنع ايديكم، بجد روعه. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم وهندخل كده بسرعه على المقادير. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده قدامنا معايا 6 بيضات، دول بدرجه حراره المطبخ. ما ينفعش خالص يا جماعه تستخدمي بيض يكون طالع من التلاجة. وهيبقى معايا كمان 4 اكياس فانيليا. وفي الكيس ده هيبقى معايا نص كيلو من دقيق الاسبونج، ده دقيق اسبونج جاهز، ممكن تجيبيه من عند محلات المستلزمات بتاعه الحلواني، وممكن برضو ان انت تجيبيه من محلات العطار، بس يعني يستحسن ان انت تجيبيه من محلات الحلواني احسن، علشان محلات العطار يعني بيبقى فيها توابل وممكن يكون كارف يعني شويه معاكي. وهيبقى معايا كمان نص كوبايه ميه من الحنفيه، ما تكونش سخنه ولا ساقعه. زي ما انتوا شفتوا كده انا ضفت الميه على البيض، وكمان هضيف بقى الفانيليا علشان الزفاره بتاعه البيض. لو عندك الفانيليا اللي هي السايله ممكن تستخدمي ربع معلقه صغيره. ودلوقتي هنفضي كمان نص كيلو الاسبونج ده او دقيق الاسبونج ده. يا جماعه دقيق اسبونج عليه محسنات وعليه بيكنج باودر وعليه سكر وعليه كل حاجه، احنا مش بنضيف عليه الا الميه والفانيليا وكمان البيض بس، هو دي الحاجات اللي بنحطها عليه. وبالنسبه لسعر الكيلو تقريبا يعني بيعمل 30 جنيه، يعني النص كيلو بيعمل له تقريبا يعني 15 جنيه او اقل كمان، فهو طبعا مش غالي خالص. دلوقتي بقى بالمضرب الكهرباء هنضرب في الاول على السرعه الاولى لغايه بس ما نحس ان الدقيق اختلط كويس قوي مع السوائل، وبعد كده بتعلي بقى بالسرعه لمده مثلا 7 دقايق او 8 دقايق بالمضرب، لغايه لما تحس ان الخليط ده اتضاعف مرتين وكمان اللون بتاعه فتح خالص بقى كده قريب قوي من لون التلج. وده شكل الخليط بتاعي بعد ما اتضاعف حجمه، واللون بتاعه فعلا ابيض خالص اهو، بقى ابيض وبقى تقل كده شويه، بقى عامل يعني زي الكريمه. دلوقتي هنوقف بقى المضرب على طول، وهنجيب بقى الصاجه بتاعتنا اللي هتدخل الفرن دي. يا جماعه صاجه وسط، الحجم بتاعها يعني وسط. فرشتها بورقه كده من ورق الزبده، وبدينا برضو بمسحه صغيره زيت علشان لما اجي اخرجها يعني من الصاجه تخرج معايا بسهوله، وكمان ورقه الزبده دي متلزقش معايا في الجاتوه. لو بتستخدمي ورق زبده نوع كويس ممكن ما تحطيش مسحه الزبده، بس الحقيقه ورق الزبده اللي انا بستخدمه ده بيلزق في اي حاجه، علشان كده انا بحط له بقى مسحه الزيت الصغيره. وبعد كده هننزل بقى بالخليط بتاع الجاتوه كده بسم الله، وهنسويه في الصاج كله. وبالنسبه للمقاس بتاع الصاج يعني بالسنتي ان شاء الله هقيسه واحطه لكم برده في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وبالنسبه للمقادير برده هحطها لكم كلها في صندوق الوصف. وبعد ما بنسويه كويس قوي بقى بنكون شغلنا بقى الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 200، وتقريبا يعني بيقعد في الفرن مش اقل مثلا من نص ساعة، يعني من نص ساعة ل35 دقيقة وبيكون استوى، بس ما تفتحيش عليه قبل كده. وبندق برضو على الصاج كده ايه مرتين علشان برضو لو في اي هوا زيادة يخرج منه. في الوقت ده هنجهز بقى الكريمه بتاعه الحشو، بتبقى عباره عن كوبايه وربع من الكريم شانتيه الخام، ده كده خام يا جماعه من غير سكر خالص. هنضيف له كمان كوبايه كده من السكر الحبيبات او السندرافيش، ما يكونش بودر لان السكر الحبيبات ده بيعمل نتيجه احلى بكتير. وكمان هيبقى معايا كوبايه ميه مثلجه، وممكن طبعا تستبدليها بحليب مثلج بس لازم يكون ساقع جدا. وهنا الاضافه بقى بتاعه المحلات بتاعه الحلواني بيحطوا معلقتين كبار من الكريم اللي هو الباستري كريم او الكريم باتستير، ده كده الكيس بتاعه بيبقى عامل زي البودر الابيض كده زي الكريم الشانتيه بالظبط، ده بيتجاب يا جماعه من محلات الادوات اللي هي بتاعت مستلزمات الحلواني. وفي طبق بقى نضيف هنفضي الكريم شانتيه بسم الله، وكمان معلقتين الكريم اللي هو الباستري، وهنفضي كمان السكر. وهنحط كمان كوبايه الميه المثلجه، وهنضرب بقى بالمضرب الكهرباء. في الاول طبعا بنضرب على السرعه الاولانيه لغايه لما نحس ان السكر داب كويس قوي،
وبعد كده بتعلي بقى بالسرعه شويه بشويه كده لغايه لما القوام بتاع الكريم شانتيه ده يتقل معاكي ويتضاعف مرتين. وبتفضلي يعني تضربي فيه بالمضرب الكهرباء مش اقل مثلا من 6 7 دقايق. وده شكل الكريمه بتاعتنا بعد ما جازت زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، هي متماسكه جدا. دلوقتي هندخلها التلاجة. وبالنسبه يا جماعه للجاتو اللي انا عملته، عملت المعيار ده مرتين. دي بقى الكيكه بتاعت الاسبونج بتاعتي بعد ما استوت. طبعا عايزه اقول لكم ان انا ما اشتغلتش فيها في اول يوم، خليتها كده في الفرن وغطيتها فوطه نظيفه وبيتها في الفرن بتاعت البوتاجاز. ممكن طبعا تبيتيها برضو في التلاجة، من الاحسن ان انت يعني تبيتيها ليله قبل ما تشتغلي فيها، علشان لو جيتي تقطعي فيها وهي لسه دافيه هتهدر معاكي كتير. دلوقتي بحاول ان انا بقى احرر الجوانب علشان نخرج الكيكه بتاعتنا او الاسبونشه. وهنقلب كده الصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبته زي ما انتم شايفين كده على ورق الزبده، وبشيل بقى ورقه الزبده اللي في الظهر زي ما انتم شايفين كده بتتشال على طول. وما شاء الله طري جدا. وباي مسطره عندك بقى وهتقيسي كده علشان تعملي الصاجه دي، يعني تقسميها على 3 ديسكات. عايزه اقول لكم ان انا خدت العرض تقريبا 13 سنتي وكنت بقسم على طول. وتقسمي برضو بسكينه تكون مشرشره وتقطعي كده مره واحده، ما تفضليش رايحه جايه علشان برضو ما تهدريش منه كتير. وبالنسبه لحجم القطعه انت ممكن تصغري او تكبري زي ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا 3 ديسكات وما شاء الله الاسبونشه بتاعتنا طالعه عاليه، فانا مش هعملها طبعا عاليه كده، وطريه بجد وجميله. دلوقتي هنحاول بقى نقسم كل ديسك منهم كده على 2، وتضغطي كده بسم الله من فوق، وتدخلي بقى على طول كده على وشك بقى بالسكينه اللي هي مشرشره. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بتقطعها متساويه وجميله. وهقطع برضو التانيين كده بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم ان الصاج ده ما شاء الله يعني ممكن يطلع لك 10 قطع كبار، او ممكن يطلع لك كمان 12 قطعه صغيره، فبيعمل ما شاء الله دستة جاتوه كامله. ده غير بقى الحتت كمان اللي هي بتخرج منه، اللي هي بقى اللي هو الكسر بتاع الجاتوه، طبعا ده بيبقى اهم من الجاتوه. عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا وبيتاكل وجميل. دلوقتي جبت بقى الكوبايه دي وحطيت فيها كيس الكريمه، وبعبيه كده بالكريم شانتيه. لو ما عندكيش اكياس كريمه ممكن تستخدمي على فكره اكياس التلاجة العاديه. وعلى الصينيه بقى اللي هي بتدور بتاعتي دي هشتغل عليها، ممكن طبعا تشتغلي على اي صينيه عاديه. وهنا في الكوبايه معايا شويه ميه بسكر، هنسقي بقى الكيكه بتاعتنا، بس برضو ما تكتريش علشان ما تلاقيهاش دابت معاكي. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انت تستغني عن الخطوه دي، لان الكيكه دي برضو ما فيهاش سوائل كتير فهتبقى ناشفه، لازم ان انت تطريها كده باي سوائل. دلوقتي هنفرد عليها طبقه حلوه بقى من الكريم شانتيه الجميل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض ده بالبودره بتاعه الباتستير. وهنفردهم بقى كويس قوي. ما شاء الله الكريمه زي ما انتم شايفين كده متماسكه وجميله وماشيه معايا بجد زي الحلاوه، حلوه جدا. دلوقتي بقى هحط الديسك التاني من الكيك، بس على فكره انا نسيت بقى المره دي اسقيه وحطيت له كريمه على طول. بس انتي طبعا كل مره تحطي مسحه صغيره خالص كده من الميه بسكر، وممكن برضو تستبدليه بشربات خفيف. وبعد كده هنفرد برضو عليه طبقه الكريمه. وهنسوي برضو الاحرف كويس قوي. دلوقتي هنحط بقى عليها الطبقه الثالثه وهنسقيها برضو كويس كده بالراحه خالص. اهم حاجه ان انتي ما تزوديش ميه بسكر علشان الكيكه بتاعتك هتلاقيها باشت معاكي خالص. احنا عايزينها برضو تفضل كده محتفظه يعني بكيانها، والقطعه تبقى بقطعتها ما تبقاش بايشه معانا.
وبعد كده برضو هنغطيها بقى بطبقه حلوه. طبعا بالنسبه للاخر طبقه من الكيك دي بنغطيها بقى بطبقه حلوه من الكريم شانتيه، لازم تكون كبيره علشان الكيكه نفسها يعني يبقى شكلها حلو، والجاتو يعني يبقى عامل زي بتاع بره بالظبط. معلش بقى اذا كان الفيديو ده هيبقى طويل شويه، بس الحقيقه ما رضيتش اسرع بقى المقاطع اكتر من كده، علشان حبيت برضو ان كلكم يعني تستفيدوا وتعرفوا كده الخطوات بالظبط. اهم حاجه ان انت تسويها كويس قوي. ممكن تسويها على فكره بظهر سباتيولا، ينفع برضو. وفي البطرمان ده معايا جيلي تلميع بارد، هنحط طبقه كده خفيفه خالص على الكريم شانتيه من فوق علشان تبقى بتلمع ويبقى زي بتاع المحلات بالظبط. في برضو زيه جيلي تلميع بس سخن، اللي هو بقى بيتجاب بيتدوب كده بمعلقه ميه سخنه، وبتلمعي بيه الفاكهه لو هتحطي فاكهه يعني على الكيك من فوق. وبظهر معلقه كده فردته كويس قوي. قبل ما ابتدي ان انا بقى اطلع الاحرف دي واسويها، دخلت الجاتو بتاعي ده الفريزر، بتحطيه لمده ساعتين لغايه لما تحسي ان هو الكريمه اللي فيه يعني اتجمدت خالص ومسكت، علشان بعد كده تعرفي بقى تشتغلي فيه وما يسيحش منك. وبعد كده بتجيبي بقى اي سباتيولا عندك او سكينه مشرشره، اهم حاجه ان انت تبليها في ميه سخنه مغليه. وبعد كده بقى بتقطعي الاحرف دي بتشيليها، طبعا ما بتترميش يا جماعه، دي بتتاكل كتر اللي هو الكسر بتاع الجاتو ده قبل الجاتو نفسه، عايزه اقول لكم. وبعد كده بتحددي بقى مقاس القطعه اللي انت عاوزاها صغيره او كبيره. وهنعمل بقى شويه روزيتات حلوين كده من فوق. وفي الطبق ده معايا مانجا متقطعه رفيع خالص، وكمان قطع كريز. طبعا بالنسبه للتزيين انت ممكن تزيني باي فاكهه تانية انت بتحبيها، ممكن مثلا تستبدلي الكريز ده بالكريز الطبيعي او العنب. تستبدلي المانجا ده بكمبوت الخوخ، يعني تحطي مثلا شوكولاته مبشوره بيضه، يعني ممكن تحطي اي حاجه. طبعا زي ما بقول لكم دايما ان التزيين ده بيبقى اختياري. ودلوقتي حطيته بقى على الورق اللي هو بتاع الكب كيك، وده كان الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. انا زينته قدامكم 5 قطع، والخمسه التانيين بقى زينتهم بنفس الطريقه بالظبط، بس طبعا ايه ما رضيتش اصور علشان ما يبقاش طويل. بس عايزه اقول لكم ان الصاج بتاع السبونج اللي احنا عملناه مع بعض ما شاء الله عمل الكميه دي كلها، ده غير كسر الجاتوه. فانت كمان لو هتعملي، يعني هو عمل معايا 5 صغيرين وخمسه كبار جدا، انت ممكن كنت تعملي مثلا 12 يبقوا كلهم مقاس واحد. فما شاء الله يعني الصاج ده زي ما قلت لك هيعمل لك دستة كاملة من الجاتوه. وعايزه اقول لكم طعم بصوا خرافه، حاجه بجد والله العظيم من الاخر، بجد روعه روعه، مش قادره اقول لكم جميل. لازم كلكم بقى ان شاء الله تتشجعوا كده وتعملوه في العيد، وان شاء الله بجد يعني اوعدكم ان هو هينجح معاكم من اول مره. يلا عيد سعيد عليكم بقى يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد، مع السلامه.